المتزوجين بغيتو تعرفوا المكياج المناسب انك تخطفي الراجل لمرشو، تشبعي معايا لي زيطاب. غيتا عصفور هي مؤثرة وممثلة مغربية في عمرها 27 سنة، تشهرت بمحتواها الكوميدي والساخر ونصائحها الغريبة والمثيرة للجدل، بحال كيفاش تخطفي رجال متزوجين. الجمهور كان كيشوف فيها البنت الكوميدية العفوية اللي ضحكتهم بستايلها الخاص، ومن بعد دخلت حتى التلفازة في 2022 وولات ممثلة معروفة عند بزاف ديال الناس. ولكن البارح وقعت فضيحه كبيره اللي خلات متابعيها مصدومين بزاف. البوليس شدوا غيتا هي واحد صاحبتها اللي حتى هي اعلاميه مشهوره بزاف وسط شوقه في حاله تلبس مع راجل مزوج في جلسه خمريه، وفضحتهم مراته اللي بلغت على الخيانه. وحسب مصادرنا الزوج في عمره 37 سنه وكيخدم في التجاره الالكترونيه، والصادم في الامر هو ان هذا الشيء وقع داخل بيت الزوجيه، والزوجه المغدوره ما ناوياش تسمح لهم نهائيا. غيتا عصفور اللي كانت مشهوره بفيديوهات ديال الضحك وكتبني في مسارها الفني لقات راسها متورطه وسط فضيحه كبيره بزاف. الناس تصدموا من هذه الفضيحه الكبيره وانتقدوا غيتا، حيت اللي كان معجب بمحتواها وكيتابعها بدا كيشوف التناقض الكبير بين الصوره اللي كتسوق للمتابعين وبين الحقيقه اللي ظهرت عليها. السؤال المطروح هنا، علاش بعض المؤثرات والفنانات كيختاروا رجال مزوجين ويحطوا راسهم في هذه المواقف البايخه؟ علاش كيخترقوا الحدود ويعرضوا نفسهم للفضائح؟